زوج الفنانة علا غانم، وقالت: أنا مش عارفة هو ماسك دماغه ليه، ولو كان حد اتضرب بالشكل ده يبقى أكيد عمل حاجة. مفيش حد بيضرب حد من غير سبب. قعدت في البيت عادي تعبانة جدا حوالي 3 أيام. اكتشفت بعد كده ان صباعها مكسور، انها عندها ارتجاج ونزيف طفيف في المخ. وقالت إن الفنانة علا غانم بعد المشكلة دي قعدت 3 أيام تعبانة في البيت. بعد كده اكتشفت إن صباعها مكسور، وإن عندها ارتجاج ونزيف طفيف في المخ وكسر في الضلع السادس، وكل ده وما كانتش تعرف. وكانت قاعدة تعبانة جدا في البيت بعد ما تعرضت للضرب بحسب قولها، ودخلت المستشفى في حالة سيئة ومش بتقدر تتكلم ولا بتتعامل مع حد. وكملت وقالت: للأسف الشديد أنا مش مبسوطة خالص. وقالت: أنا عندي سؤال لجوزها، هو دلوقتي قاعد في البيت وهي اتطردت من البيت، والبيت ده تمتلكه الفنانة علا غانم. وريهام قالت: البيت ده أنا عارفاه، البيت ده بيتها، وحضرتك قاعد فيه ليه طالما انتوا مختلفين؟ لكن سمعت الرد في الموضوع ده ان هو عمل لنفسه عقد ايجار، ومش طبيعي انه يكون مأجر البيت. تعديت عليها وكان معاك بلطجية وتعديت عليها هي وامها. وقالت ان ده كلام الفنانة علا غانم من مصدر مقرب ليها جدا جدا. وسألت وقالت: هي رافعة خلع ليه؟ لو هي كانت متضايقة تتطلق. هي ليه رافعة خلع؟ إذا كان مسموح لها بالطلاق فتتطلق عادي.